السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ انا النهارده مبسوطه جدا 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 لاني في ستات رائعات اشتركوا عندي في القناه، وانا مبسوطه. ويا ريت كل واحده ست جميله اشتركت عندي تخلي ستات تانية يشتركوا عندي، عشان في شغل كتير مخصوص ليكم انا عايزه اقدمه. وحشتوني طبعا كله. الموضوع النهارده مفزع لاي واحده ست جوزها يتجوز عليها الزوجه التانية. بصوا، شرع ربنا وتعدد الزوجات مشروع لأسباب، برضو ربنا يعني حاطط كل حاجة ليها حكمة. والرجالة بتفهم حقها كويس جدا في النقطة دي. وأنا مش بكلمك النهاردة عشان أقولك انت غريبة جدا زعلانة ليه، لأن لازم تكوني زعلانة ومخضوضة، والامر يرد على نفسك بتساؤلات كتير جدا. حتى شوفوا، انا النهارده مش هناقش حتى الاسباب. يعني انت ليه هو راح يتجوز عليكي؟ انا مش هناقش الاسباب ايا كان الاسباب. النتيجه اللي احنا وصلنا لها ان هو راح يتجوز. لاني بصوا، عادة يقولوا ايه، تبقى الست مقصرة والكلام ده. والله العظيم انا بعيني من وانا طفلة شفت ستات امارات. يعني انا نص عيلتي مش مصريين، وشقر وحاجة كده ورد تراكوة. تراكوة بجد مش هزار يعني. وتلاقي جوازهم راح بص عليهم وستات ما يجيش في ضفر مراته، ولا في نظافتها، ولا في جمالها، ولا في اناقتها، ولا في ثقافتها، ولا في اي حاجه. فما حدش يديني سبب. فانا النهارده مش هقول اي مبرر، مفيش مبرر، هو حر. طيب انت بقى تعملي ايه؟ وده الموضوع ده همني جدا ان انا اجاوبه قبل. والموضوع ده انا النهارده عملته قبل موضوعات كتير جات لي، لان هو جالي من متابعه. انا بعتذر بكل ست عندي زي ما انا بعتذر بكل المشتركين عندي، ستات ورجاله، لكن انا عارفه وجعها ايه كويس جدا. هي الموضوع باختصار ان زوجها اتجوز عليها، مش وبس، وكمان جابها في نفس العماره اللي هي فيها. والسبب ان هي خلفت بنات وهي خايفه ان هو يتسحب واحده واحده تجاه الزوجه الاولى. اولا الغلطه اللي احنا بنغلطها جدا احنا كستات، ان احنا بنحط ان كل مصدر سعادتنا بيكون طالع من الزوج ده، هو مصدر السعاده الوحيد لينا. بنلغي كل ما يخصنا من اهتمامات. يعني انا عايزاك تسالي سؤال، انت وغيرك اللي في نفس الموقف ده، قبل ما تتجوزي انت كنتي ايه مع نفسك كده؟ كيانك، ابعادك، ابعاد تفكيرك، ابعاد شخصيتك، طموحاتك، احلامك، هواياتك، معارفك، اصدقائك، كل حاجه كان نفسك تعمليها في الدنيا راحت فين بعد ما اتجوزتي؟ واللي انا متاكده منه ان كتير جدا، خصوصا احنا المصريات، احنا بنهمل في نفسنا بعد الجواز. مش بتهم ان انت اهملتي نفسك، لا، انا قصدي انت كل ما يخصك بتخلي نفسك اخر الليسته بتاعت الطلبات. اهم حاجه اصل انا بعمل كده، اهم حاجه طلبات الولاد، اهم حاجه الفواتير والاولويات واللي مش عارف ايه. بس هقولك على حاجه، وقع الامر واتجوز. ذكيه بقى، اعملي زي اقل الامرين الاتنين مر. اسالي نفسك سؤال، لو اتطلقتي معاكي تصرفي على نفسك؟ معاكي تشتغلي شغل كويس؟ طيب لو معاكي هتقدري تعيشي من غير زوج؟ في ستات ما تقدرش تعيش من غير زوج، طبيعي، ده طبيعي، حقها. يعني بعد عدتها، سواء هي ارمله او مطلقه، بعد عدتها بلحظه تتجوز، حقك. هتقدري تعيشي من غير راجل؟ طيب معتقده الباشا اللي هتتجوزيه بعد ما تطلقي من ده هيكون احسن منه؟ يعني مخلص، مش هيتجوز عليكي، مش هيعرف 30 واحده ست وهو متجوز عليكي تاني وتالت. السوق وحش، وكلمه السوق ربنا ما يحرمنا منه. دكتور مبروك عطيه ده في الدين. سوق الجواز، دي سوق الجواز دي كلمه كده من الدين، مش كلمه بلدي احنا بنستعملها. السوق وحش. والفيسبوك بقى والواتساب والناس والتويتر وكل وسائل التواصل الاجتماعي اللي خلت الراجل يعرف 30,000 واحدة في نفس اللحظة، ويقعد يفشر عليهم بقى، وانا عندي.
فلو انت اتطلقتي منه هتقدري تجاوبي بمنتهى الصدق مع نفسك تعيشي ماديا مع بطولك؟ تقدري تعيشي ماديا؟ تقدري؟ اعرفي نقطة، الراجل لما بيطلق الست وعيالها، مخلفة بقى بنات، مخلفة ولاد، بيطلق الست وعيالها، ولو طلع بتضلين، ولو رحتي المحكمة هتلاقي النفقة اللي طلعها لك ضعيفة جدا، لان هو بيقدم عادة يعني رواتب او الفلوس اللي داخله له قليله جدا، والمحكمه بتحكم بالورق. ومفيش حاجه اسمها راجل قلبه يوجعه على عياله ويروح يدور عليهم واكم من مشاكل. واقعدوا اسمعوا الموعظه الحسنه بتاع الدكتور مبروك عطيه، وشوفوا الستات اللي بتصوت ان مفيش ما بيسالش، ما شافش العيل اصلا ولا في دماغه. فاعرفي ان انت هتتطلقي معاكي عيلين 3 انت هتشيليهم معاكي، هتقدري تعيشي من غير راجل، وعندك استعداد لو اتجوزتي انك تقابلك نفس المشكله تاني مع واحد تاني لاسباب تانيه، مش بقى عشان ما بتخلفيش صبيان. لازم ما تطلعيش خسرانه من الموضوع. اولا ما يتجوز، مش احسن ما يروح يعمل حاجه حرام بره ويجيب لك امراض وتتعادي منه؟ امال الايدز والقرف ده ما بيتنقل ليه؟ ازاي؟ الذكيه بقى الشاطره هي اللي تقول له ما تروح تعمل، ما هو عمل خلاص، ما هو الامر واقع خلاص، يعني انت مش لكن لما هو يلاقيكي انت راميه الموضوع مش في دماغك، ده انا عايزاكي بالاخص بقى مش تقولي لي اعمل ايه بقى عشان هي ما تسحبوش مني، ما تسحبه. انت امسكي نفسك كده، اهتمي بكل ما يخصك انت كانسانه عشان انت تبقي مبسوطه، انت تبقي عايشه وانت سعيده. انا لنفسي، انا جميله لنفسي، انيقه لنفسي، بقيتي مرتب، بنيتي زي الفل، ها، وبالحسنى، وتعاملي معاه كانه عارفه لما بتتعاملي بمنتهى الرقي والكومبليمو لما يكون جاي لك ضيف، ال5 دقايق اللي بيجي لك فيها في السنه عامليه على انه ضيف، لا تلوميه ولا تقارني ولا ازاي بتديها وما بتدينيش. هتقولي لي انا هجيب الاعصاب دي منين؟ لا، هتجيبيها لما تفكري في انك انت لو انت ما عملتيش كده ورحتي بيت اهلك بقى وعيالك ده يشخط فيه وده يشخط فيه وانت ما تستحمليش ودمك يتحرق، هنا حرق دم وهنا حرق دم. انا قاعده في بيتي في انا حد مأمني وفي نفس الوقت ابدأي قوي نفسك، دوري على شغل حتى لو انت ست بيت، لو انت ما عندكيش شهاده اتعلمي فن التفصيل، خدي، ما فيش واحده ست ما تعرفش تعمل. لازم تعملي لنفسك وضع مادي، لازم تجيبي فلوس من تحت الارض حتى لو هتشتغلي وانت جوه البيت. امني نفسك ماديا مش عشان تسيبيه، لكن انت لما تحسي ان انت مش قليله وان انت قويه جدا، احساسك بجوازه ده هيختلف خالص. دي نقطه. النقطه الثانيه المدام بقى اللي هو راح يتجوزها، الهانم الغربال الجديد ليه شده عادي، يعني في الاول بقى حاجه جديده بالنسبه له بقى هتبقى اخدلها شويه دلع، لكن بعد كده ولا اي حاجه ولا اي حاجه، هتلاقيها بقى زيك زيها مع اول حمل، هيبتدي يقرف منها ويروح يدور بقى على غيره، ويمكن برضو ما تجيب، ولو جابت الولد ممكن يطلع عينه يبقى مرار ويحلف بضفر البنت اللي مخلفها. وامثله كتير جدا، لو هديكم امثله من التراث ومن اللي حوالينا انتوا شايفين وعارفين. فالموضوع عايز منك حاجه، خلي علاقتك بيها كويسه، افرضي هي كياده ما تديهاش فرصه ولا تعبريها ولا كانها موجوده، وتقول لك عمل لي وسوى لي، قولي لها وماله، ما هو يا ما عمل وسوى وخلاص، عرفتي تصاحبيها وتاخديها لصفك، هو هيتقهر، هو هيخاف لما انتوا الاثنين. وبعدين شوفوا، ادام ربنا احل ان الراجل يتجوز اكتر من واحده يبقى على ذمته، يبقى هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو جل وعلا وعالم، عارف ان الست تقدر تستحمل ده وتقدر تتحمل ده، ايه المشكله؟ يعني اكيد ربنا عارف ان في طبعنا ان احنا نقدر نتاقلم. فلو انا بقول لك ما تطلقيش، انت الوحيده الخسرانه، هتطفحي الدم. ادام بيعاملك كويس، بيصرف على، يعني راح يتجوز بس بيعاملك كويس،
بيصرف على اولاده، فاتح بيتك، والقليل اللي انا بشوفه فيه بيعاملني حلو تمام، لكن قله ادب وجواز اديله بالجزم. وفكري ازاي تجيبي لنفسك مصدر رزق. لكن اطلعي اوعي، شوفي دايما قللي خسايرك، اياكي تطلعي خسرانه بالكامل. ولو انت لا انا مش قابله ومش عايزه اكمل، قبل ما تقولي لا انا مش عايزه اكمل قولي لي الخطوه اللي بعدها انا هعمل ايه. هتقعدي فين بعيالك؟ هتعرفي تصرفي عليهم ازاي؟ هتقولي لي هو انا ازاي اعيش مع واحد بس؟ تعيشي معاه علشان ياكلك. امال تروحي فين؟ مرات اخوكي بقى تتحكم فيكي ولا تتذلي بقى من اخواتك هنا وهنا؟ في اخوات كويسين جدا جدا، وفي اخوات هم كويسين ومراتاتهم وحشه، وفي اخوات وحشين ومراتاتهم وحشين. انت ضامنه بقى اللي هيحصل؟ لو المعامله كويسه والعشره مش بطاله مشي امورك. عايزه تمشي ما تمشيش غير وانت حاطه رجلك على الارض، واقفه على ارض صلبه، ما تبهدليش نفسك. الراجل بيطلق الست وعيالها والله العظيم 3. الست بقى اللي تقول لك لا ما انا هسيب له العيال، والمصحف ولد كان في الشارع، الام سابت له الولد عنده تقريبا مش عارفه تقريبا 5 سنين، مش فاكره السن بصراحه، بس هو طفل. لقوه في الشارع بيقول اصل امي عطتني لابويا وابويا راح يتجوز وكرشني. هو قطه بتصرفه؟ بيعملوا كده، الرجاله بتعمل كده وبيقدروا يعملوا كده. اذا كان في امهات بتقدر تعمل كده هنستغرب ان الراجل بيعمل. فاقوي كده على نفسك، ما تبقيش طريه، واياكي تقولي له ما بتجيش ليه، ولا تمسكي فيه، ولا تحسسيه انك في منافسه وانك مقطعه نفسك كده عايزه توري له انك احسن منها. لا، انت رائعه كده لانك انت جميله. بيتي زي الفل عشان انا عايشه فيه وانا عايزاه يبقى جميل. انا مهتمه بنفسي عشان انا كده. بقى عندي اهتمامات جديده في حياتي، وحشتني هوايتي، وحشتني. تمام؟ قللي من التركيز عليه، واعرفي النهارده هي فرحانه بيه شويه، بكره هتشوف برضو شويه مرار. تمام؟ اياك اشوف واحده فيكم ضعيفه. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، وانا مش بكلمكم من فراغ، انا تعرضت للموقف.